اليوم تونس أمانة في عنق في عنقك، والكلام اللي قاعد تقول فيه يلزم نحطوه في ميزان المصلحة الوطنية. اليوم ميزان المصلحة الوطنية يقتضي منا أن نعيد تركيبة القوانين متاع البلاد ونظرتنا إلى الواجبات والفروض المفروضة على المواطن، كيفاش نسيروا هالبلاد. حط بعض أنت هالكلام اللي تقول فيه الآن، وكان يسمعوا قاضي وقاعدين يسمعوا فيه القضاة. تعرفوا اللي القضاة اليوم مذبذبين. كان وقف اندبي، كان سيب اندبي، كان حكم بالإدانة يتسب، كان حكم بالبراءة يتسب. فما مصالح متعارضة في البلاد، الفيصل فيها هو القانون ورأي القاضي. ما يلزمناش نجعلوا القاضي مرتبك، وما يلزمناش نجعلوا البوليس مرتبك. اليوم البوليس تمشي له تقول له راه واحد قاعد يسرق لي في محلي، يقول لك احميني تو نجي نشده. القاضي الآن يجيبوا له ناس موقوفين يسيبهم، تقوم عليه القيامة. يجيب ناس مسيبين يوقفهم، تقوم عليه القيامة. قاعدين تسمعوا في ناس الآن في تونس يقولوا شبيه السلفيين ما شديتوهمش، هذوك يلزم نشدوهم. وقت اللي نحاكموا ناس اخرين تقول شبيك حاكمتوهم. اعطيونا ميزان نفصلوا به. انا كنت نتمنى لو كان الاستاذ شكري يشد وزارة الداخلية والاستاذ الهاشمي يشد وزارة العدل ويعطيونا بعد 6 أشهر كيفاش يسيروا هالبلاد. كان شدينا في الحزم وإقامة القوانين تقولوا حكومة صارمة قاعدة تعاقب في معارضيها. وإذا كان الحكومة تساهلت ورات من الأحسن أن تهدي الجو، نقولوا هذه قاعدة تتعامل مع ذراعها الحديدي باش يعاونها. ولذلك أنا نقول لك سي معز، حصك من هذه لن تكون ذات جدوى، لأنها منطلقة من وقائع مادية مطروحة سيتفاعل معها البعض بالإيجاب والبعض بالسلب. اللي يحبها يمشي معاها، واللي ضدها واللي ما يحبهاش يجي ضدها. نحب واحنا ننطلقوا من منطلق نظري. اعملوا لنا ندوه وطنيه يجتمعوا فيها رجال القانون وعلماء الاجتماع وعلماء السياسه، خليهم على جهه، ويقولوا لنا كيفاش نعالجوا وضع مخالفه القانون في البلاد. انا هي القوانين اللي تبقى وانا هي القوانين اللي ما تبقاش، واللي خالف القانون ايش نعملوا معاه. تعرف يا سي معز ان البلاد شهدت تسيبا بعد الثوره، ولات حقوقك في ملكك ما هيش مضمونه، وحقوقي في سيارتي ما هيش مضمونه. والاستاذ الطريفي الان يكلم فيه يقول لي هاو الخواص ما شكاوش على حيوتهم، ولا انت تنجم تحل فمك، ولا انت تنجم تشكي، ولا انت تنجم تمشي المركز. وحتى كي تمشي المركز ما هو يجيك بوه وامه اللي شكيت بيه ويسودوا لك حشاك ويمدوا لي ليانا ويقضيوا علينا تماما. وقاعدين نشوفوا في الناس كيفاش تخلق في الناس في قصر العداله. انا في القاعه عدد 5 العبد الفقير، قدامي انا مواطنه نقزت على السيده الرئيسه اللي لابسه بالاحمر وقلت لها يلي بيك يلي عليك يلي صفتك يلي نعتك، وخرجت من القفص وطلعت لها انا حاضر فيها. الساده الشرطه موجودين، قلت لهم شبيكم؟ قال لي ما عندناش تعليمات. قلت له بعد الغادي. قالوا تعليمات؟ انا باش نموت مره برك. مشيت وشديتها من هنا من خجله شعرها وجبتها ورميتها في الشارع وقلت لها برا امشي. لكن القضاء عزيز لانه ممكن يحكم عليها، انا حكم عليها الحاكم ب10 سنين، لكن اليوم نجل القاضي لان ضمانتي الوحيد في البلاد ان يوجد قضاء ويوجد قانون عادل. خلي عركتك مع راشد الغنوشي وخلي عركتك مع الاستاذ البحيري. كيفاش تصرف البلاد يا استاذ؟ كيفاش تسير البلاد؟ البلاد اليوم البلاد اليوم ما عادش فيها ضابط. تمشي في الشارع، انت سمعت اليوم الاخبار على الفوسفات 60% خساره في مدخول الفوسفات بالنسبه ل 2012. سببه ما هو؟ سببه انه 10 من الناس يقفوا بباب مؤسسه يمنعوا الناس من الدخول، الخدمه ما تخدمش، الفوسفات ما يتباعش، ولدك وولدي ما ياكلوش. انا مشيت بنفسي، انا مشيت، ما تقوليش لا، انا مشيت بنفسي، مشيت بنفسي. اللي حرقوا في المظله حرقوا 10 آلات، لقاهم ولد صغار عمره 18 و 19 سنه، قيمتها 20 مليار، بقات المؤسسه 6 أشهر مسكره.